السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعيني ومتابعين قناة همة الأبان. هنبدأ يومنا النهاردة بالصلاة على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل حلوة مع بعض، هنعمل حلا بارد بدون فرن. جبت بسكوت، تجيبي أي نوع بسكوت عندك، أي نوع بسكوت متواجد عندك هاتيه. وجبت كوباية من الحليب، جيبي صينية تبلي اللبن كده، البسكوت في اللبن وترصصيه واحدة جنب واحدة، تغطسيه في اللبن كويس كده وترصي واحدة جنب واحدة كده مع بعض. بعد كده بعد ما رصيت الدور الاولاني هرص برضو دور تاني. بعد ما رصيت طبقتين كده هركن الصينيه دي وهنعمل الطبقه التانيه. بعد كده هجيب العجان وهنزل فيه بمج من الكريم شانتيه بما يعادل 3 معالق كبار من كريم شانتيه، 3 معالق هرمي كبار، وهحط معلقتين من اللبن البودرة، وهحط معلقتين كبار من السكر علشان الكريم شانتيه ده اللي هو السايب بدون سكر، وهحط كوباية من اللبن الساقع وهضربهم كويس. عندك مضرب سلك ماشي، عندك مضرب كهرباء ماشي، انا هعمله في العجان. بعد ما ضربتها وجابت القوام ده معايا، بصوا جابت القوام ده كده معايا، هبدأ بقى احط الطبقة التانية. احط الطبقة التانية على البسكوت كده، حاولي تسويها بالراحة بحيث تكون متساوية معاكي. بعد ما سويتها كويس كده تساوي الحروف كويس، خليها متساوية، هنزل بالمانجا اللي انا قطعتها قطع صغيرة. بعد ما رصيت المانجا كده عملت الطبقة الثالثة. هنعمل اخر طبقة مع بعض. هنجيب كيس من الكريم شانتيه بالمانجا، اي نوع عندك بتحبيه، بس انا افضل انا حطينا المانجا هي اللي مزوقين بيها، نعمل الجيلي برضو بالمانجا. هنفتح العبوة كده ونفضيها، وهنزل بكوباية مية سخنة الأول وهدوبها الأول. بعد ما تدوب تماما هنزل بكوباية فيها مكعبات من التلج. عشان تبرد معانا بسرعة. بعد كده هنزل عليها على المانجا كده، واحطها جوه التلاجة لغاية ما تبرد وتجمد تماما كده. بعد ما طلعت من الفرن اهي ومسكت معانا هقطعها وارجع لكم تاني. بعد ما قطعتها اهي اعملوا بها بالطريقه دي، بصوا جميله ازاي وحاجه خفيفه وسريعه اهي. اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم، وصفه خفيفه في الصيف. ادعموني بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله.